السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكون احوالكم طيبه واموركم مزيانه. اكيد مكملين على سلسله تنظيم وترتيب البيت وكل التفاصيل اللي فرحاتكم في الفيديوهات الاخيره. هاد المره غنكملوا ولكن بطريقه اخرى، كيفاش كنستعد لاستقبال الضيوف، خصوصا لكل سيده عامله. واكيد غينفع بزاف ربات البيوت. افكار كثيره اللي غادي تعاونكم في هذا الفيديو، كيفاش تقدروا تنظموا الوقت ديالكم والبيت ديالكم يكون دائما نظيف في استقبال الضيوف، وكذلك تقدمي طاولة سهلة وفي نفس الوقت راقية تحمري بها وجهك حدا ضيافك. اكيد من الوهله الاولى كتشوفوا الصالون انه نظيف ومنظم، وهذا السؤال اللي كيتطرح لي دائما منى. دائما كنشوفوك كتنظفي اشياء اللي هي نظيفه. القاعده اللي ديما كنقولها لكم والناس اللي قدامين معايا في القناه: نظف النظيف ليظل نظيفا. الحاجه اللي كتنظفيها وهي مازال نقيقيه كتبقى ديما نقيه، ولا كنتي كتستناي حتى توسخ الحاجه، غيجي النهار اللي غتلقاي البيت ديالك كله باوساخ، كراكيب، تراب الى غير ذلك، وغادي تلقاي راسك يوميا في صراع من اجل انك توصلي واحد المستوى ديال النظافه وما غاديش تقدري توصلوا ليه، وفي نفس الوقت كتلقاي صحتك كتمشي نهار على نهار. الصالون كان نظيف، ولكن كتوصل توقيت التنظيف العميق نوعا ما. وهنا علاش كنقول لكم نوعا ما، لان كاين المرحله الاولى النظافه اليوميه العاديه اللي شاركتها معكم في الفيديوهات السابقه، كاين النظافه اللي كتكون تقريبا عميقه ولكن سطحيه في نفس الوقت كيف غادي تشوفوا معايا في هذا الفيديو، وكاين تنظيف اخر اللي كيكون موسمي غادي نشاركه معكم ان شاء الله في فيديوهات اخرى. اهم الاشياء اللي غادي تساعدك في هذا التنظيف هذه المره هو انك ما تستعمليش كثره الماء وكثره المواد التنظيف، فقط اسبيغاتور او تنظفي بشي شيتا هكذا الطلامط ديالك. تحاولي انك ترصي كل حاجه بلاصتها، واهم من ذلك ما يكونوش عندك كراكيب لا من تحت السدادر ولا كذلك وراء المخدات، لان هادو من بين اكثر الحوايج اللي غادي يخليوك ديما ضاربه تماره في دارك ولا ما تلقاي حتى نتيجه. قاعده واحده اخرى اللي كتعاونني بزاف بزاف: اي حاجه دخلناها في يدينا للدار فكتحط في المكان ديالها. ما نحطوش الملابس ديالنا في الصالون او في اي مكان الا في المكان الخاص بها. كذلك بالنسبه للمؤونات، قضيه، اي حاجه دخلناها في يدينا كتمشي مباشره للمطبخ. نهار اللي قلت لكم في اخر مره اننا غادي نحط واحد الصوره في داك الكادر، وجات الفرصه باش نشاركها معكم. بالنسبه للاسبيغاتور اللي كتشوفوني ديما كنستعملها هي الاسبيغاتور في 15. الصراحه ديال دايسن غزاله بزاف بزاف، ما ندمتش عليها نهائيا، ممتازه وتبارك الله بزاف ديال المتتبعات خداوها وعندهم نفس الراي.
بالنسبة للصالون تبارك الله عقلتو آخر مرة من كنت شاركت معكم صالوني جديد، قلت لكم أنني اختاريت هاد الألوان بعناية لأنهم كيخليو لكم فرصة في أنكم تغيروا في شكل المخدات والألوان بدون ما أنكم تصرفوا فلوس كتيرة في صالون ومن بعد تلقاوها أنهم ما بقاش على الموضة. وغادي تلاحظوا أن بزاف ديال الناس بدلوا الصالونات ديالهم ورجعوهم على نفس الطيم اللي درت أنا في هاد الصالون، لأن صدقا أنا ملي كنشارك معكم واحد الحاجة ماشي كنتسنى أن شي واحد يدير معايا إرشاد ويلزم عليا ألوان معينة لأنها هي اللي مفروضة في السوق. لهذا ديروا الحاجة اللي نتوما كترتاحوا فيها وعارفينها أنها تبقى للدوام. الصالون راه ما كيتقامش رخيص، يعني بالملايين، 5 6 10 11 على كل واحد وعلى حساب شنو غادي يختار. لهذا ملي تحطوا فلوسكم عرفوا راسكم فين كتحطوها، ونصيحة تواب قلبوا عاد شريو. كتسولوني بزاف على هاد المنظف، هادي راه غير قاروره فارغه وانا ملقاها بمنظف خاص بالبيت، غادي نشاركو معاكم اكيد في الفيديوهات المقبله. كنلاحظ بزاف السيدات اللي كيديروا البخور مع دخول الضيوف، وانا بالنسبه لي هذه مساله اللي غلطه بزاف. البخور دائما حاولوا ما امكن ديروه ب4 ساعات قبل على الاقل او بيوم قبل، لان تبارك الله البخور كيبقى ثابت في البيت والهدف من هذا هو التعطير. اما الا درتي البخور حتى دخلوا الضياف، كاين اللي عنده حساسيه، كاين اللي عنده مشكل اختناق، فكتكوني كتفرضي على الضيوف ديالك نوع من انواع المعطرات ربما ما يستسقوهاش ودير لهم حساسيه. ودابا دز مباشره باش نوريكم الصوره اللي غادي ندير في هذا الكادر. شي حاجه اللي الصراحه حاولت ما امكن ندير صوره كبيره ولكن ما لقيتش اللي غادي يقادها لي كيف ما باغا، قلت نوري الفكره ومن بعد اكيد غادي ندير صوره كبيره. اكيد انا الصوره ديال جلاله الملك محمد السادس، احنا في العائله ديالنا جداواتنا كلهم كتلقاو صالوناتهم فيهم صور الملوك. بحال مثلا جداتي كنت شاركت معكم في الانستغرام الصوره ديال محمد الخامس، الحسن الثاني، وكذلك محمد السادس والزوجه ديالو، الله يحفظهم والله ينصرهم. وشي حاجه اللي كتضيف لينا تفاصيل راقيه بهيه للصالونات المغربيه الاصيله وكل التفاصيل اللي كتخصنا حنا كمغاربه. أكيد النظام اللي كندير دائما بالنسبة للاستيقاظ الباكر والتنظيف العام للبيت قمت به حتى هذا النهار، وهنا كيبقاو لي فقط في باقي اليوم تفاصيل بسيطه في ديكورات اللي كيكون كديريهم وانت فرحانه، ما كياخذوش منك وقت وما كتعيشيش هذا الضغط. هذا كاين اليوم الاول الاستعدادي لاستقبال الضيوف، لان الضيوف كانوا عندي حتى اليوم الموالي.
دائما كنقول لكم تقريبا عندي 2 مرات في الاسبوع اللي كنكون خدامه. راكم عارفين التعليم العالي ما كيكونش فيه الخدمه طيله الاسبوع، داكشي علاش. لهذا هنا غادي تشوفوا مني كنحاول ما امكن ندير الطاوله ديالي ونشوف كيفاش غادي نحطها باش هكذا ندون كل الاشياء اللي غادي نحتاجها في البيت. راني كنشوف تعليقاتكم وشفت واحد السيده ولا جوج اللي قالوا منى البيت ديالها منظم حيت الزوج ديالها ما كاينش. اكيد كاينين ازواج اللي كيعيشوا واحد النوع من الكركبه، ولكن صراحه البنات الله يخطيهم علينا. انا راني في هاد النظام والتنظيم والترتيب زايده العبء ديال المسؤوليات اللي كيقوم بها الزوج، لان الزوج ديالي ما كاينش مسافر. فتخيلوا اي حاجه غادي يديرها لك راجلك راها مني انا كتخرج. دار، نظافه، تنظيم، تقضيه، طبيب، قرايه، وليدات، تهلا في راسي، خدمتي، احلامي. كل مرة كنحط فيها طاولة كنحاول ما أمكن نتفنن ونعرف كيفاش نحط التفاصيل المميزة تخصني أنا. كنتفكر لالا الله يرحمها اللي هي جداتي كيفاش كانت كتعلمنا وتغوت علينا كيفاش نقدروا نقدموا طاولة كتكون متميزة وراقية. تفاصيل اللي ربما بعض الناس بان لهم تافهة أو إزايدة حنا كبرنا بها. ممنوع تحط بلا منادل للضياف، كيسان د الماء. واحد الطاولات ديال لالا الله يرحمها كانوا طبالي اللي كبار وطوال اللي كيهزوا تبارك الله اكثر من 20 و30 شخص. ما شاء الله كانوا تفاصيل مميزه في الصغر ديالنا. هنا غادي نوريكم انني حطيت جوج ديال الصحون بحكم ان كاين المالح وكاين الحلو باش ما يتخلطوش مع بعضياتهم. حاولت انني ندير بريزونطوار في الوسط اللي ندير فيه هكذا الكاطو، ندير فيه حلويات مغربيه، وفي نفس الوقت المملحات اللي غادي يكونوا دايرين به. حطيت كيسان ديال العصير هما الاولين وتابعينهم كيسان د الماء لان الماء ما يشربوهش بزاف. هنا اختاريت ديزاينو اللي غادي يكونوا بتفاصيل مغربيه راقيه ديال النحاس الفاسي الاصيل، وفي نفس الوقت خديت هادو صغيورين اللي غادي نحط فيهم الملاحات. كتسولوني بزاف على الاواني البنات ومنين كنشري، راه غير الطبله كاين فيها الحوايج اللي انا شريتهم هذه 7 سنين و8 سنين و10 سنين. يعني ماشي غادي نوض نحط انا واحد الطبله غنتقضى ليها بزاف د الحاجات باش نستقبل الضيوف. مثلا هاد الصينيه اللي غادي نحط فيها الملاوي او اتاي خديتها تقريبا هذه عامين. بالنسبه للصحون تقريبا خديتهم هذه 3 سنين. البريزونطوار عام. بالنسبه لهذاك البريزونطوار لتقديم الكيك خديته تقريبا هذه واحد 6 شهور. الصوانيات الصغار خديتهم هذه عام ونص. لي زانو تقريبا 3 سنين. الكيسان تاهم عندي شحال هادي الفناجل الى غير ذلك. هاد الحوايج ماشي ضروري حتى نبغيو نقدموا للضيف. الحاجه اللي غادي ننصحكم بها وغادي تشوفوني انني الدوغي ما بقيتش كنحمل نحطو بوحدو في الطبله، فكنحاول ما امكن نهرس الذهبي بالفضي. غادي تشوفوا ان الحطه جات راقيه وزوينه لان ولينا كنشوفوا داك الذهبي في طاولات كتار صراحه حتى طلع لينا في الراس. كنتمنى ان ذوقي في هاد الطبله يكون عجبكم، وحتى الافكار اللي غادي ندوزو دابا باش نجهزوهم لتقديم الاكل للضيوف يعاونوكم، لان الصراحه انا كيعاونوني بزاف. مباشره في النهار الاول من حطيت الطبله وعرفت راسي شنو غادي نحتاج كنغطيها وندوز باش نشوف شنو غادي نحتاج في المؤونه وشنو عندي في الثلاجه. وهاد التفاصيل هادو كيساعدوني بزاف لانني يدي بوحدي ما يمكنش ندخل للدار ونوقف على الحاجه عاد نولي نخرج نهز الطوموبيل ونولي نمشي نقلب فين غادي نلقاها. لهذا ضروري من التخطيط.
في اليوم الموالي اكيد نض في الصباح بكري. الروتين اللي كنديرو كل نهار للتنظيف درتو في المساء. علاش؟ باش ما نعياش هاد النهار اللي غادي يجيوني فيه الضياف. واختاريت ان الاكل نوجدو في وقت اللي غنكون عندي التنظيف البكري اللي هو من بعد الفجر. هنا غادي تشوفوني انني نظمت الاواني اللي خاصه بالاكل ديال الاطفال، كنت غسلتهم في الليل ورجعتهم للمكان ديالهم باش نبدا التجهيز في مكان نظيف ونقي، خصوصا ان هذا النهار فيه تجهيز الاكل زائد غنمشي للخدمه ومن بعد غادي نستقبل الضيوف. أنا كنت غادي ناخد الخل التفاح دائما كتشوفني ديما تقريبا كناخدو. وبغيت نفكركم في واحد المسألة، الناس اللي عندهم مشكل في الامتصاص على مستوى المعدة والمصران كذلك، حاولوا ما أمكن أنكم تاخدوا خل التفاح لأنه كيساعدكم في الهضم، يخلي الجسم ديالكم يمتص كل الفيتامينات والمعادن اللي كتكون في الأكل ديالكم، وغادي تلقاو حتى الفيتامينات اللي كتشربوا ولاو أكثر فعالية من تكونوا كتاخدوا كوب ديال الخل التفاح مع الماء كل صباح. اول حاجه غادي نجهز هنا طاقه بارده سهله ماهله وما كتاخذش الوقت، خصوصا انني ما تخديش بزاف ديال الحوايج وما بغيتش شي حاجه اللي تاخذ لي الوقت في الصباح. عندي تقريبا ساعتين من قبل الفجر ومن بعد الفجر اللي غادي نوجد فيها هادشي اللي غادي تشوفوا معايا. البسكويت اللي غادي نحتاج كنت طحنته في الليل هكذا باش نصدعش بناتي في الصباح بكري. اول حاجه غادي ندوب الزبده 100 غرام اللي غادي نخلطوا بها 200 غرام ديال البسكويت. هنا حتى بالنسبه للصينيه بطنتها بالوراق في الليل باش نقص عليا اي تفصيله بنات لك انك تقدري ديريها في واحد الوقت معين وتهني راسك منها من بعد فديريها. خديت داك البسكويت وغادي نضغط عليه بشكل جيد حتى نشكلوا واحد الطبقه من الكيك. حاجه كيف قلت لكم هاد الوصفه هذه رخيصه وسهله ماهله وتحمر لك وجهك حتى الضياف. غادي نختار لتر ديال الحليب، غادي نضيف ليه جوج ديال لي ساشي من وزن 50 غرام 50 غرام ديال كريم كراميل، وغادي نحتفظ بالكراميل حتى نديروه في التزيين من بعد. هنا ضفت 150 غرام ديال البسكوي، انا درت هنا ماريا، ممكن ديروا شي بسكوي هكذا يكون بنين، هذا شويه مسوس داكشي علاش بغيت نديرو. وضفت ليه داك الخليط ديال الكريم كراميل اللي مع الحليب وغادي نطحنو مزيان. هنا المول ديالي كنت درتو في الثلاجه يبرد شويه، وعاد باش نكب عليه هاد الخليط هذا اللي كيكون خاتر. ممكن توصلوا داك الكميه ديال البسكوي اللي غادي ديروا في الحليب حتى ل 200 غرام ماشي مشكل. ودابا غادي ندوز لتجهيز المملحات اللي غادي نقدم للضياف. حاولت ما امكن نجمع ما بين الحلو والمالح في هاد الطاوله اللي غادي ندير لضيافي.
وفي نفس الوقت كنت كنوجد الماكلة للبنات اللي غادي يديو معاهم المدرسة. الفياق بكري راه نعمة كبيرة بزاف، وكنتمنى ان الناس اللي كيفيقوا بكري يكتبوا تجربتهم مع الفياق بكري، شنو بدلت في حياتهم، شنو هما الحوايج اللي لقاو راسهم انهم كانوا غالطين فيهم. هكذا نتوما راكم كتاخذوا اجر. والناس اللي كيفيقوا بكري استغلوا الفرصة وصلوا الفجر ديالكم، ما يجي فين يخسالي الشتا ان شاء الله حتى تكونوا ولفتوا بصلاة الفجر، فما غاديش يجيكم الصعيب انكم تفيقوا الفجر 3 و4 ان شاء الله. حاجة كتعاوني هما انني كناخد هاد القوالب ديال المملحات جاهزين. صراحة نوعية ممتازة وبنان، وما كنضيعش وقتي في انني نزيد عليا تفاصيل وحده اخرى في استقبال الضيوف كتكون غير زايده وصافي، في حين انني ممكن نقص عليها هاد التفاصيل، بحال مثلا انني نعجن لا بات بريزي ونعجن العجين المورق كذلك باش نستقبل انا الضيوف. هنا غادي تشوفوني انني غادي ندير اللي في الوجين المورق، غادي ندهنو شويه من الموطارد باش نعطي واحد المذاق زوين. وبالنسبه للمملحات الثانيه غادي ندهنها بنوع من الجبن، وهكذا غادي نفرق في المذاقات، خصوصا انني غادي ندير حشوه وحده. غادي نخلي داك القوالب جانبا حتى نرجع من الخدمه ان شاء الله عاد باش نعمرهم، باش هكذا ما يفسقوش ويخسروا. وهنا غادي نوريكم هاد القطعه اللي نفعتني بزاف البنات، كنت خديتها في الصيف صراحه رائعه بزاف. كي جيت من المغرب خديتها، هذه خديتها من جوميا 120 درهم، ممكن تلقاوها في بلايص اخرين رخص. غير اختاروا النوعيه الجيده، كتساعد بزاف في انك تنقصي عليك بزاف ديال الحوايج ملي تكوني كتطيبي. كيف غادي تشوفوا هنا البصله والفلفله قطعتها مكعبات شكل زوين، وفي نفس الوقت بشكل سريع بزاف وسهل. هذه غير تلقاوها خذوها بعينيكم مغمضين. التنظيم اللي دائما كيقولوا واش دائما انت منظمه، غادي تلاحظوا هنايا ان اي حاجه جبتها كتكون في بلاصتها منظمه، فما كنعيش واحد الفوضى. وانا كنقوم بتجهيز الاكل للضيوف او حتى لينا حنايا. كل ما كنتي منظمه تفاصيلك في البيت، كل ما عشتي يومياتك براحه اكثر. صدقوني راه داك النظام ماشي بهرجه ولا شي حاجه كيبغي يبان بها الواحد، بل اضافه مميزه جدا في الحياه. وهذا النظام داخل حتى في افكارك، في تربيتك مع الاطفال ديالك، في علاقتك مع الزوج. كتلقاي وقت لنفسك، وقت لعلاقتك مع راجلك، الوقت لوليداتك، وحتى انك تحكمي في بزاف ديال التفاصيل اللي كتكوني نتيا ما راضياش عليهم في حياتك. بالنسبه للحشوه فانا غادي ندير هنا زيت المائده، غادي نضيف داك جوج بصلات كبار وكذلك الفلفله خضراء وحمراء، ممكن انكم تستغنيو عليهم. وغادي نشرحهم مع شويه الملحه حتى تلق داك البصله الماء ديالها، عاد باش نزيد القمرون او الكروفيت اللي الصراحه كنطلب انكم ما طيبوش بزاف هكذا باش ما يصغرش ويجي يابس. حاولوا انكم تشحروا غير شويه لان مازال غادي يكمل الطيب في الفران. بالنسبه للتوابل فغير الملحه، شويه الفلفل الاسود، شويه القزبر يابس، قليل جدا من الهيل، وشويه ديال الكريمه السائله صافي، لان الكروفيت بغينا يبقى حاضر المذاق ديالو في هذه الحشوه.
كانوا بناتي مشاو للمدرسة ووصل وقتي أنا باش نمشي للخدمة، عندي تقريبا واحد 3 السوايع ونرجع للدار. هنا شاركت معكم اللبسة اللي غادي نمشي بها، حيت بعض السيدات اللي طلبوا مني نشارك معاهم هكذا مرة شنو كنلبس وانا خارجة، وغادي نزيد عليها واحد الطرانش اللي غادي نلبسهم من الفوق هكذا في المارون. الصراحة هادو من بين الألوان المحببة عندي بزاف في اللباس، كيجيو زوينين وراقيين وفي نفس الوقت مستورين. وغادي نلبس معاهم لي اوغ اللي في النوار، واختاريت حقيبة في الأسود. من بعد ما لبست جهزت اللباس اللي غادي نستقبل به الضياف، لان ما عارفاش راسي انا مع الخدمه فبقاش نقدر نرجع، عارفين مع السياقه والظروف اللي كتكون في الطريق. فوجدت لبساتي والبارفان اللي غادي ندير، وعاد مشيت نوجد قهوتي اللي كنشرب كل صباح، وهاد المره غادي نديها معايا للخدمه. صافي هنا كنت تقريبا دخلت مع 3:30، كانوا بناتي مازال ما جاوش من المدرسه، وبديت هكذا كنملأ هاد القوالب هادو. غادي تشوفوا ان الحشوه خليتها خاويه باش ما تخسرش ليا داك لاباط. غادي نعمرها وندير عليها الجبن ونوضعها جانبا. من بين انواع المملحات اللي كيجيوني ساهلين وسريعين وما كياخذوش ليا الوقت، بصراحه كنت باغا نوجد بزاف ديال الحوايج، ولكن نظرا لضيق الوقت داكشي اللي قديت عليه راه هو اللي وجدته. كيعجبني بزاف انني نكبر بضيافي وندير لهم ما لذ وطاب، لكن اكيد ان شاء الله نعوضها مره واحده اخرى ان شاء الله. هنا غادي تشوفوا داك الخس اللي كنغسل ونحطوه في العلبه، راه كيبقى لي لمده طويله. صدقوني هذاك الخس راه ليه تقريبا 15 يوم. راني كنشارك معكم الطرق اللي فريمون كيساعدوني بزاف انني نتهلا في الحاجه وما تضيعش. هنا غادي تشوفوا انواع من الجبن اللي قطعتهم على شكل مثلثات صغيره، وكذلك بالنسبه لدان فيمي. خديت هاد لي ميني كرواسون غادي ندهنهم هنا بالجبن وفيه الزعتر، وغادي ندير الخس كذلك لا دان فيمي. ممكن ديروا مورتاديلا، ممكن انكم تفنوا بالطريقه اللي بغيتو. وانا غادي نجيب واحد السيده راه هاد لي ميني كرواسون ما كيكونوش حلوين، انت كتحكمي في انك تقدميهم بطريقه حلوه او مالحه. بالنسبه لهاد الطاقة اللي ساهله ماهله وكتوجد في دقائق معدوده، زينتهم هنايا بالكريم كراميل اللي شاطلينا، وضفت حبات من اللوز، وكتقدموهم بعينيكم مغمضين. صراحه كيجيو بنان وزوينين، خصوصا اللي اختاريتو نوع من البسكوي اللي يكون لذيذ. قربوا ضياف يجيو، مشيت نلبس حوايجي وكنحاول ما امكن نحط كل حاجه في بلاصتها باش نصورها لكم، غير تشوفوا الطبله كيفاش غادي نقدمها. حتى بالنسبه للملاوي ما سخنتهمش حتى يقربوا ضيافي، وهنا غادي نوريكم كيفاش تجهزوا الطبله وتستقبلوا الضياف وكل شيء عندكم كذلك في المطبخ مقادد، بلا ما تستقبلوهم والماكله محطوطه فوق الطبله. كنظن انكم فهمتوني.
بالنسبة للحلويات البنات غادي تشوفوا هاد الفقاس أنا كان عندي في المجمد. تبارك الله كتبقى الحاجة لمدة طويلة، وفي نفس الوقت أنا صراحةً بحال كنضحك على راسي شوية، ملي كنحط داك الكاطو في الفريغو فما كنبغيش نهزو، كنعكز أنني نتسناه حتى يتطلق وهذا، فداك الشي علاش كنحطو في المجمد. أولًا كنلقاه ملي كيجيو ضيافي خصوصًا على غفلة، وثانيًا كنبعدو عليه باش ما ناكلوش مع القهوة. لمّا نكون جاية من الخدمة كنت دزت للباتيسري باش ناخد هكذا دي كاطو اللي نقدّمهم حتى هُما، وما لقيتش اللي مقطعين صغار، وبصراحة أنا غالبًا كناخد هادو، لأن الصراحة كندير تقطيعة تكون شوية كبيرة، غادي تشوفوا أني كنقسمهم على 3، كتجي تقطيعة هماوية وراقية أفضل من هادوك اللي كيعطيوكم هكذا جاهزين في البلاطو لاستقبال الضياف. وصراحة فكرة اللي غادي تلقاوها حتى أنها اقتصادية والحطة كتكون مميزة. منساوش العصير، وأنا غالبًا كيعجبني نقدّم عصير د الليمون أحسن من الحليب لأن دغيا كيتبدل اللون ديالو. أنا هنا كنت حيدت الغطا ديال الطبلة لأن كيف كتعرفوا أنني قاديتها بنهار قبل، وغادي نوريكم كيفاش غادي يدخلوا الضياف كيفاش غادي يلقاو الطبلة. يلقاو هاد الفاز في الوسط والطبيصلات محطوطين، الصينية البرارد أكيد ما كنت مازال ما دايرهاش فيهم أتاي، وصافي من بعد ما نجلسوا ونعطيهم وقتهم كنلقى كلشي واجد في المطبخ. كيبقى عليا فقط اللي غادي نسخن شي حاجه بحال المسمان، ندخل شي حاجه للفران بحال المملحات ونوجد اتاي. وهنايا كنسالى الفيديو ديال اليومين من استعدادات لاستقبال الضيوف. صراحة كانوا يومين اللي زوينين وخفافين على القلب، تفاصيل اللي زوينة، وصراحة كنعيش أحداث في يومياتي وأنا مرتاحة لأن النظام هو الأساس، والفياق بكري والصلاة في الوقت والقرآن كيهونوا عليك أي حاجة كتعيشيها في اليوميات ديالكم. كنبغيكم بزاف، وأكيد كنتظر اللايكات ديالكم وتعاليقكم اللي تشاركوني بها، لأن الصراحة كتفرحوني بزاف وأنا كنقرا التعاليق ديالكم. خليتكم على خير، يلا بسلامة.